السلام عليكم. إزاي تخلّي العميل يختارك أنت حتى لو سعرك أغلى من السوق؟ أنت عارف المشكلة فين يا فندم؟ المشكلة في إن إحنا متخيلين إن العميل بييجي لنا علشان يشتري المنتج في حد ذاته، لكن في الحقيقة هو بييجي بيداور على راحة باله. الناس في حقيقتها مش بتدوّر على أرخص سعر، لكن بتدوّر على اللي يشيل عنهم الشيلة. خلّيني أقولها لك من غير تجميل. لو العميل بتاعك سابك وراح للمنافس بتاعك علشان سعره أرخص، فهو في الغالب ما سابكش علشان سعرك أعلى، لكن هو ما قدرش يشوف فرق حقيقي بينك وبين المنافس بتاعك، فلجأ لفرق السعر. وده احنا بنسميه فشل في التموضع أكتر من كونه فشل في التسعير. طب السؤال دلوقتي، لو أنا بجيب منتج بخامات عالية أو بقدم خدمة بكواليتي مختلف عن باقي السوق، فطبيعي سعري أغلى. أعمل إيه علشان الناس تيجي لي؟ هاقول لك على 3 حاجات. ال3 حاجات دول هدفنا فيهم إن إحنا نعرف نوضّح الفرق للعميل من بدري، يعرف إن إحنا فعلًا مختلفين عن السوق. أول حاجة فيهم إنك توضّح الفرق في النتيجة، مش تقول له ده أنا بادّي لك خدمة ممتازة أو بادّي لك منتج ممتاز، لكن تقول له إيه اللي هيتغيّر في حياته لمّا يتعامل معاك. تاني حاجة تقليل المخاطر، على قد ما تقدر ما تخليش التجربة فيها مخاطر، ضمان بقى تجربة، خطوات واضحة. المهم العميل لما يتعامل ما يحسش ان اللي بيعمله دي مغامرة. تالت حاجة اظهر كمنظومة مش كأشخاص فردية. الناس بطبيعتهم بيحبوا يتعاملوا مع منظومة ليها اسمها علشان يحسوا بالطمأنينة، مش أفراد يتغير مزاجه فما تعرفش تاخد معاه حق ولا باطل. خليني أوضح لك الكلام ده بمثال يمكن كلنا بنتعرض له. لو أنت جيت تتعامل مع شركة سوشيال ميديا وجاء قدامك شركتين، شركة بتقول لك أنا سعري أرخص من السوق كله، وشركة تانية قالت لك إحنا هنسلمك شغلك في مواعيده، إحنا هيكون عندنا خبير معين يتابع شغلك، إحنا لو حصل أي حاجة خطأ إحنا هنتحملها. تفتكر أنت هتدفع لمين وأنت مطمن؟ في النهاية التموضع الحقيقي إن العميل يقول في نفسه أنا مش بدفع كتير، أنا بدفع علشان أطمن. لو قدرت توصل الإحساس ده أنا بضمن لك السعر هيجي في آخر سؤال. وأنا دوري معاك مش إني أخليك تقول كلام حلو، لكن أعلمك إنك تبني نظام يخلي الكلام ده يظهر كأنه حقيقة. خليك فاكر التسويق مش مجرد كلام.